كل ده انا مش عارفه هي بتسمعوا الكلام جامد كده ليه. انت يا نور ربنا كرمك وكل حاجه، بس تواضعي من تواضع لله رفعه. تواضعي ربنا يكرمك اكتر واكتر. ما هو امثالك ما ينفعش التواضع معاها. صح، انت كان معاك سكوتر زمان بعته وبقيت تمشي على رجليك. اهو يا نور الدنيا كده، يوم فوق ويوم تحت. هنعمل ايه بس؟ كان معايا سكوتر بس بعته عشان كنت مزنوق في فلوس. اي فاشل زيك بيتحجج بالظروف، واي حاجه بتحصل له بيحط تحتها مسمى الظروف. بس ده مش موضوعنا. اديك عرفت مكاني وعرفت مكان المكتب بتاعي، واي حاجه تحتاج لها او لو احتجت سلفه ابقى تعالالي وانا هفكر هديها لك ولا لا. بقول لك يا بت، احنا لازم نلزق فيها النهارده جامد قوي، على الاقل تخرجنا خروجه حلوه بالعربيه بتاعتها. وانا كمان لازم اقول لها على فلوس عشان خاطر ادفع فلوس الجمعيه، هي بقى معاها فلوس كتير طبعا. طب بقول لك ايه يا استاذه نور، بما ان المكتب ده بتاعي، انا قاعد من الشغل بقالي 3 شهور، ما تشوفي لي شغل عندك؟ نور بنتي واقفه مع الاستاذ خالد، يا ترى بيقولوا ايه؟ استرها يا رب. صح، كنت سامعه انهم محتاجين هنا عامل نظافه في الشركه. هشوف المدير وهشوف الاتش ار وهبقى اكلمك عشان تيجي تستلم اليونيفورم بتاعك والمقشه والجاروف عشان تشتغل عندي. انت جيتي يا نور؟ ماما